مين قال إن حبل الكدب قصير؟ مين قال إن الحقيقة مر؟ بصراحة، لا الكدب حبل قصير ولا الحقيقة دايما مر. الحق يتقال، أغلبنا ساعات بيحتاج يكذب عشان يمشي أموره، وللأسف بنفهم ده متأخر. نفهم إن في كذبات ملعونة بتتحول لحقيقة ممكن تدمرك وإنت مش واخد بالك. أنا بحكي ده عن تجربة. كل المصايب اللي حصلت لي زمان كان بسبب كذبة. كدبة أنا اللي كدبتها عشان أحقق غاية معينة خلتني أتعرض لضرر العالم التاني. أنا ما كانش عندي مس ولا سحر ولا أي حاجة. كل اللي كان عندي وقتها حالة حب. أنا حبيت شخص كان بيدرس معايا اسمه مازن. حبيته وتعلقت بيه قوي، بس هو بسبب ظروفه المادية الصعبة كانش قادر يجي يتقدم لي، وأنا كنت مستعدة أصبر لغاية ما يقف على حيل. بس للقدر رأي تاني. للأسف القدر حكم عليا أعيش وسط عيلة ضخم حتى، ورأيهم هو اللي لازم يمشي بغض النظر عن رأيي أنا. في فترة ارتباطي بمازن أهلي عرفوا بالعلاقة، وهنا أجبروني أسيب دراستي. وبعد أقل من شهر لقيت عمي جاي بيطلب إيدي لابنه كريم. كل ده حصل من غير رضايا. كنت منهارة حرفيا. ابن عمي كريم كان أصغر مني بحوالي سنة ونص. كنت شايفاه زي أخويا، بس ده ما منعش إن هم يوافقوا إن إحنا نرتبط ويحطوني قدام الأمر الواقع. ولما اتصلت بمازن وقلت له اللي حصل لقيته بكل سهولة بيقول لي: مبروك يا سارة، انتي تستاهلي كل خير. يا ريت لو ظروفي كانت تسمح كنت جيت طلبتك، والله ما كنتش هتردد ثانية. بس أنا للأسف أوضاعي زي الزفت، مش حمل إن أنا أشيل مسؤولية بيت وجواز. بجد مش عارفة أقولك إيه. يا ريت تسامحيني. قفلت السكة في وشه وأنا حاسة إني غلطت فعلا لما حبيت حد زيه، حد أقل من مستوايا. لكن برضو كريم ما كانش بالنسبة لي خيار. ما حبيتهوش. أعمل إيه؟ كنت هتجنن، عايزة الجوازة دي تتلغي بأي طريقة. وهنا الشيطان لعب في دماغي، خلاني أفكر في طريقة تطفش مرات عمي وتخليها تمنع الجوازة دي. الطريقة دي كانت إني أتلبس. كانش عندي حل تاني. قلت همثل على أهلي إني ملبوسة وكده، بس هيتعاطفوا معايا ويشيلوا من دماغهم فكرة إن هم يجوزوني غصب عني. في يومها نفذت اللي جالي في دماغي من غير تردد. رحت الحمام حوالي الساعة 2 بالليل ونكشت شعري وبدأت أصرخ جوا الحمام صوت عالي جدا: الحقوني الحقوني، أنا بموت. في ثواني كل اللي كان في البيت صحي، كسروا باب الحمام عليا. ليلتها بدأت أمثل إني منهارة وخايفة وكل حتة في جسمي بتترعش. لما سألوني إيه اللي حصل قلت لهم أنا فجأة صحيت لقيت نفسي نايمة جوه الحمام. جنبي شخص راسه كانت راس معزة، كان بيبص لي وهو بيضحك. أنا حتى مش فاكرة إني دخلت الحمام أصلا. أنا بجد هموت من الخوف. خوفي المصطنع وعياطي وبهدلتي دي خلتني صدقوا التمثيلية اللي عملتها. أمي فضلت طول الليل تمسح على دماغي وترقيني. أبويا وأخواتي البنات رحاب ونهى كانوا سهرانين معايا، والصبح أخويا الكبير حسام قال لأبويا لازم نجيب شيخ يشوفها، بس أمي رفضت وقالت مستحيل ده يحصل. سارة زي الفل، بلاش حد يفول عليها أو يقول إنها ملبوسة، كده حالها هيقف والناس هتاكل وشنا. كريم ابن عمها هيسيبها، محدش هيبص تاني في خلقتها. في اللحظة دي كان نفسي أمي تسكت، بس تسكت إزاي؟ دي عايزة تتخلص مني بأي شكل وتجوزني. كنت هطق وأموت بسبب إنها خبت الموضوع ده على عمي ومرات عمي. بس في نفس اليوم بالليل سمعت إن مرات عمي جاية عندنا. قلت بس هي جات لقضاها بنفسها، هتظاهر قدامها بالجنان، وهي لما تشوفني كده هتجبر ابنها كريم يرفضني واخلص بقى من الجوازة الملعونة دي. فعلا بالليل مرات عمي جت وكانت جايبة معاها طبق رز بلبن. دخلت وسلمت عليها بكل هدوء وقعدت جنب أمي وأنا بتصنع الخجل والكسوف. مرات عمي بصت لي وهي مبسوطة وبتديني الطبق وقالت لي خدي يا بنتي، كريم بعتلك الرز بلبن ده، أصل هي حبة عين أمه بيحبه قوي وحلف ما يدوقه قبل منك. يلا دوقي يا عروسة وقولي لي رأيك.
متأكدة إنه هو هيعجبك. خدت الطبق منها وأنا بضحك بالعافية، مكنتش عارفة همثل عليها إني ممسوسة إزاي. بس بعد ما أكلت أول معلقة من الطبق جاتلي فكرة عبقرية. رفعت الطبق ناحية وشي، بدأت أشرب الرز بلبن كله مرة واحدة وأنا بضحك بهستيريا. مرات عمي واقفة ومخضوضة وقامت على حيلها وهي بتقول بسم الله الرحمن الرحيم، ملك يا بنتي حصلك إيه؟ أمي راحت واخدة مني الطبق وبدأت تمسح إيدي وبقي وهي بتحاول تشرح لحماتي، بتقول لها دي بتهزر معاكي ما تاخديش بالك بتهزر. بس أنا ما سكتش، قمت من مكاني وأنا بزوم بصوت تخين كده ورحت ناحية مرات عمي وقلت لها بصوت تخين تسلم إيدك يا مرات عمي، بس الرز بلبن بتاعك زي الزفت. مرات عمي كانت هتتجنن من كلامي، خرجت من بيتنا وهي متعصبة وبتحلف 100 يمين إنها مش هتدخل البيت ده تاني. أمي كانت عمالة تجرني لأوضتي وحاطة إيديها على بقي عشان أسكت، وأنا جوه الأوضة قمت وقفت قدام المراية وأنا بضحك مش قادرة أنسى شكل مرات عمي وهي واقفة بعيد عني وبتترعش. قلت لنفسي خلاص الجوازة باظت وأنا اللي كسبت. بس تاني يوم اتفاجئت بعمي ومع كريم جايين عندنا عشان يحددوا ميعاد كتب الكتاب. دخلت الصالة وسلمت عليهم وأنا حاسة بنار بتغلي جوايا، وللأسف تحدد الميعاد الأسبوع الجاي. كنت قاعدة طول القعدة ساكتة حابسة دمعتي، بس فجأة كريم قال لأبويا يا عمي ممكن أكلمها 5 دقايق لوحدنا؟ وأنا قلت في نفسي هي فرصة أطفش وأخلص مني. قعدنا لوحدنا وأنا حتى مش عايزة أبص في وشه. من غير مقدمات لقيته بيكلمني بصوت هادي وبيقول لي بص يا بنت عمي، أنا عارف إنك مش عايزاني، ده حقك، محدش يقدر يغصبك عليا، بس أنا أولى بيكي من الغريب وهقدرك وهحافظ عليكي، مش هسمح لأي حد يضايقك مهما كان. يمكن انتي شايفاني مش مناسب، بس صدقيني أنا رايدك وحبك ونفسي تديني فرصة أثبتلك مشاعري. كلامه حسسني إن أنا إنسانة مهمة قوي وإن رأيي مهم. خفف شوية عليا الضغط اللي أنا كنت فيه، بس قلت له أنا شايفاك زي أخويا كريم، مش متخيلة إنك تبقى جوزي. أنا والله شايفاك أنت كويس بس مش قادرة أتقبل الموضوع، بس لو هترضاها على نفسك إنك تتجوز واحدة مش بتحبك يبقى تستحمل اللي هتشوفه منها بعد الجواز. بصراحة كان كلامي كله كده زي التهديد، بس كريم قام من جنبي بكل هدوء وأخد أبوه ومشي. بس أخويا لما عرف اللي حصل حلف وقال والله العظيم ما هتتجوزي غير كريم، حتى لو هو صرف نظر عنك واتجوز غيرك هجوزهولك على ضرة كمان. الموضوع كان مستفز قوي بالنسبة لي. بعد الغدا اتغنقت معاه خناقة كبيرة قوي ومد ايده عليا، لو ما كنتش هربت منه وقفلت عليا باب الحمام كان موتني ضرب. محدش من عيلتي وقف جنبي من ساعة ما عرفوا اني كنت بحب واحد تاني وانا نازلة من نظرهم، تعاملوا معايا وكأني عملت جريمة. قعدت في الحمام بعيط لحد ما نمت جوه من كتر العياط. لما صحيت حسيت بحد بيمسح على شعري بيحسس على وشي ورقبتي. حاولت افتح عيني بس ما قدرتش، حسيت اني كأني مشلولة وسمع صوت انفاس سخنة ورا ودني. عدت ثواني بس كانت ساعات طويلة قوي، واول ما سمعت اذان الفجر الحركة دي وقفت والهم اللي كان عليا خف. خرجت من الحمام ودخلت اوضتي، غيرت هدومي وقعدت على السرير وانا بعيط. اختي رحاب شافتني وقعدت جنبي وتقولي وافقي يا سارة، والله كريم كويس ممكن تحبيه بعد كده. قلت لها افرضي ما حبيتهوش اعمل ايه؟ اعيش طول عمري متعذبة؟ قالت لي انت ليه مش بتتفائلي بالخير؟ خلاص ارضي بنصيبك وسيبيها على ربنا. رحاب قالت الكلمتين دول ومشيت وانا قاعدة افكر في كلامها. قلت خلاص كده كده انا مضطرة. طفيت النور ونمت وانا بعيط. بس وانا نايمة شفت نفسي لابسة فستان فرح حواليا ناس كتير قوي، بس الغريب ان الفرح كان جوه مقابر. كان في واحدة ست مسكت ايدي وقالت بصوت راجل تعالي لازم مستنيكي تحت.
أنا أول ما سمعت اسمه نزلت من غير أي اعتراض لحد ما وصلت باب خشب كده، فتحته ودخلت قاعة مليانة ناس لابسة أزرق غامق. العريس الوحيد هو اللي لابس أبيض. كنت مبسوطة جدا، قربت منه، مسك إيدي، لبسني خاتم لونه أسود. بصيت على الخاتم وأنا فرحانة جدا، وبعدين بصيت له لقيت وشه اتبدل، بقى بني آدم غريب قوي، ملامحه مش بشرية أصلا. قلت له أنت مين؟ فين مازن؟ قال لي بصوت تخين أنا مازن جوزك، وانتي بقيتي مراتي وعلى ذمتي للأبد. قعدت أصرخ وقعدت أقول لهم طلعوني طلعوني، بس محدش كان سامعني، لحد ما صحيت على ألم على وشي. لقيت أمي ورحاب واقفين جنبي، وشهم كان كله خوف. سألتهم هو إيه اللي حصل؟ رحاب ردت بخوف كنتي بتتشنجي وبتتكلمي بصوت غريب، ولما حاولنا نصحيكي مرضتيش تفوقي لحد ما ماما ضربتك بالقلم. كنت مش مصدقة اللي بيحصل لي ولا فاهمة، بس كنت حاسة إن الكدبة اللي كدبتها اتحولت لحقيقة وبقت لعنة. بعد ما فقت حاولت أقوم وأتوضى، يمكن اللي أنا فيه ده عشان ما صليتش الفجر. دخلت الحمام، بس وأنا واقفة قدام الحوض نسيت أنا بتوضى إزاي. اللي هو أنا هتوضى إزاي؟ والله يا جماعة نسيت إزاي أغسل وشي، حتى نسيت أبدأ منين، نسيت الدعاء، نسيت كل حاجة. ناديت على رحاب، يا رحاب تعالي فكريني إزاي كنا بنتوضى. رحاب دخلت وكانت فاكراني بهزر طبعا، ضحكت وقالت لي يا سارة انت بتدلعي ولا ايه؟ بس انا كنت بعيط. قلت لها والله مش بهزر، مش فاكرة اي حاجة، كنت بترعش. رحاب ساعدتني، خلصت الوضوء، طلعت فرشت السجادة وقلت الله أكبر. بس نسيت الصور، نسيت حتى الفاتحة. قطعت الصلاة وقعدت على الأرض أعيط. أمي دخلت عليا، ولما عرفت اللي حصل قعدت جنبي وبدأت ترقي فيا لحد ما هديت شوية. بعدها جابت لي المصحف وحطيته في إيدي، قالت لي اقري سورة البقرة يا بنتي. مسكت المصحف وأنا بترعش، فتحته، بس كنت بشوف الحروف غريبة، كأني شايفة لغة مش فاهماها. نسيت القراية، حتى القرآن بقيت كأني مش عارفاه. رحاب دخلت وقالت لي بتعملي ايه يا سارة؟ اقري يا بنتي البقرة في أول المصحف. بصيت لها قلت لها مش شايفة حاجة، مش عارفة أقرأ، مش شايفة حاجة، مش عارفة أقرأ. رحاب وأمي كانوا مش مصدقيني، وأنا كنت قاعدة ماسكة المصحف وعمالة أقلب فيه وأنا عاجزة. ساعتها طلبت إن هما يبلغوا بابا عشان يشوف حل. بابا جه، ولما حكيت له قال لي بكل برود لو مش عارفة تقريها اسمعيها، وقام ومشي. طلعت اوضتي وشغلت سورة البقرة وقعدت اسمع. رحاب كانت قاعدة جنبي، بس وانا بسمع حسيت بوجع شديد قوي في بطني وبدأت تتنفخ. كنت حاسة ان انا بطني هتنفجر، فخفت وطفيت القرآن وسكت وخبيت على امي اللي حصل. وبالليل لقيت هند بنت عمي بتتصل، ازيك يا سارة، كريم جنبي ونفسه يكلمك. قلت لها لا يا هند انا تعبانه قوي، قولي له مش عايزه اكلمه دلوقتي. فقلت وانا حاسه ان قفلت وانا حاسه ان كرهي لكريم بيزيد كل يوم. بالليل معرفتش انام، رحت وقفت عند الشباك وبص على الجنينه. كنت دايما بعمل كده عشان اعرف انام، بس وانا واقفه شفت حد واقف في الجنينه ساند نفسه على السور وعينيه بتنور، وبدأ يتحرك على ايديه ورجليه، وبعدين جري عليا. قفلت الستاره بسرعه واستخبيت تحت الغطا وانا بترعش من الخوف. بس بعدها سمعت خبط على الشباك، لقيت ايدي طويله قوي بتمسح على الازاز، شفتها من ورا الستاره. قعدت اقول اعوذ بالله اعوذ بالله لغايه اما ايده اختفت. كنت مرعوبة جدا، مش عارفة ده بسبب زعلي ولا أنا فعلا اتلبست. صحيت الصبح لقيت نفسي نايمة على الأرض، مش فاكرة نمت ازاي ولا امتى. قمت غسلت وشي وقعدت أفطر، بس وأنا باكل لاحظت إن أكلي غريب، كأني جعانة من شهر. أكلت 5 بيضات
ورغيف عيش وكوباية لبن، وأنا أصلا بكره اللبن والبيض. أهلي كانوا باصين عليا ومش فاهمين في إيه، وأنا كنت حاسة إن أنا مش أنا كنت حد تاني. عدى أسبوع وأنا كل يوم حالتي بتسوء، كنت بحلم كل يوم بنفس الحلم، إني بتجوز مازن، وبعد كده وشه بيتغير وبيبقى مرعب جدا، وشه مشوه وعينين صفرة، وكنت بصحى كل يوم مفزوعة من النوم. وأخيرا كتبوا كتابي على كريم، بقيت مراته رسمي. ليلة الفرح الكل مبسوط، وأنا كنت عاملة إني راضية، بس الحقيقة كان قلبي مكسور. أول ما بقينا لوحدنا بصيت لكريم، لقيته هو الكابوس، وشه اتحول للوش اللي أنا بشوفه كل يوم في الحلم. صرخت وقلت ده مش كريم، ده عفريت. حماتي جت جري عليا تهديني، اصبري يا بنتي بكرة تروقي، لكن أنا كنت مرعوبة. كريم ساب الأوضة ونمت وأنا لابسة الفستان، وكنت بترعش ومش عارفة أنام. ولما الصبح طلع طلبت إن أنا أرجع بيت أهلي، بس عمي وكريم رفضوا. فضلت قاعدة عندهم بس بشرط إن كريم ما يقربش مني. بصراحة كريم كان صبور جدا عليا، وأنا بدأت أحس بالذنب، بس كل مرة كنت ببصله فيها بشوف نفس الوش المرعب. عدى شهر، في ليلة كنت نايمة وحسيت إن في حد نايم جنبي، وإيديه كانت على خصري. حسيت إن الإيد كان ملمسها زي شعر الكلب كده. كنت بترعش جدا، ولما حاولت ألف عشان أشوف مين اللي ورايا، الإيد دي مسكتني جامد وأجبرتني إن أنا ألف على ظهري. بصيت وشفته، كان أصلع، عينيه صفرة وبقه مفتوح وبيطلع نار. كنت عايزة أقرأ قرآن بس لساني مش راضي ينطق، كنت بتخانق وكنت خلاص بموت. فجأة الباب اتفتح، كريم دخل جري، سحبني من على السرير وقعد يقول بصوت عالي أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله. كنت بستخبى في حضنه وأنا بعيط. حماتي وعمي كانوا واقفين، وكريم قال لهم أنا اللي هعالجها، دي مراتي وأنا مسؤول عنها. أنا كنت سامعة كلامه وحسيت إني لأول مرة حاسة إن كريم ده فعلا راجل وبيحميني. بس لما حاول يرقيني بإيديه شفته بيتحول تاني لنفس الكائن. فقدت السيطرة وضربته بكل قوتي. كنت حاسة إني بقتل عفريت مش بني آدم. كلهم كانوا بيحاولوا يمنعوني، بس أنا كنت زي المجنونة لحد ما وقع على الأرض والدم نزل من مناخيره. بعدها رجعوني بيت أهلي. فضلت هناك يومين أنا حاسة براحة أكتر، بس بعدها بابا قال لي جهزي نفسك، هرجعك بيت جوزك بكرة. كنت متضايقة بس خلاص ما قدرتش أرفض، ورجعت بالليل. كنت سامعة صوت بيهمسلي تعالي أنا مستنيكي. قمت ورحت الحمام كان ضلمة كحل. دخلت وقفلت وسمعت صوت حوافر، شميت ريحة نار. فتحت عيني لقيت وش قدامي مرعب بيقرب مني. لما حاولت أقرأ قرآن كان بيضربني كل ما انطق، لحد ما الفجر قدم واختفى. وقعت على الأرض وأنا بعيط. أهل كريم دخلوا عليا وشافوني بالحالة دي، فكريم قرر إنه هو يجيب شيخ. الشيخ قعد يرقيني، كنت بصرخ، صوتي مش صوتي، كنت بقول أنا جوزها وأنا اللي لازم أحميها. بس فجأة اعترفت وأنا مش أنا، إن اللي سلطني عليها حماتها، وإن السحر كان في طبق الرز بلبن. الشيخ قال السحر ده سحر تفريق، علشان كده انت كنت شايفة كريم بشكل وحش. ولما فقت أختي رحاب حكت لي كل حاجة، وقالت لي إن كريم زعلان من أمه وهو بيحبك وهو اللي وقف جنبك. بعد أسبوع حسيت إني اتولدت من جديد، واتفقت مع كريم نبني بيت صغير جنب بيت أهلي ونعيش فيه. بس لسه لحد النهاردة بحس إن الحسد يجيلي بسرعة ومش عارفة أتحصن.
في الآخر الحكاية دي مش بس عني ولا عن سارة ولا عن كريم ولا حتى عن أمه. الحكاية عن كل واحد فينا افتكر إن الكذب لعبة، افتكر إن السحر هزار، افتكر إن الحب ممكن يتشحتف بالغصب، والنتيجة جروح ملهاش دوا، طعنة ما بتخفش، وروح بتفضل مكسورة حتى لو الجرح اتلقم. سارة اتعلمت الدرس، بس بعد ما دفعت تمن غالي قوي. اتعلمت إنك لما تكذب كدبة بتعيش فيك وبتاكلك وبتسرق منك كل حاجة حلوة حتى نفسك. اتعلمت كمان إنها مهما كانت طيبة في ناس في الدنيا بتختارك ضحية بمزاجها وبدم بارد. واللي حصل لسارة ممكن يحصل لأي حد فينا لو سيبنا قلبنا وسيبنا نفسنا لناس غلط. لو انت بتسمعني دلوقتي حاسس انك تعبان، حاسس ان الدنيا ضاقت بيك، حاسس ان الناس اللي بتحبهم هم اللي وجعوك، قوم اتوضى وافتح المصحف واحكي لربنا. هو الوحيد اللي هيسمعك، وهو الوحيد اللي هيشيلك، هو الوحيد اللي هيطمن قلبك من غير سحر ومن غير كذب ومن غير وجع. أنا هنا، هفضل هنا أحكي وافتح لك باب الحكايات، يمكن تلاقي فيها نفسك، يمكن تلاقي فيها خلاصك. سلام، وربنا يحمي قلوبكم ويبعد عنكم الطعنات ويخليكم دايما سالمين.